تعالي أما أقول لِك بقى على كل أسرار رز الصيادية بتاع السمك، وهاقول لِك كمان على مكون سري كل محلات السمك لازم يحطوه على الرز بتاعهم، علشان يخلّي طعمه مميز جدًا ومختلف غير أي رز أنتِ بتعمليه أو بتاكليه في مكان تاني، فطعم الرز بتاع السمك ده مختلف تمامًا، فيالّا بينا نحضّروه بنفس الطريقة، بس من فضلكم هاطلب منكم طلب صغير جدًا، اللي لسه ما اشتركش في القناة يشترك، علشان اشتراكاتكم دي بتفرحني جدًا وتشجعني وتخلّيني أعمل معاكم فيديوهات أحلى وأحلى. أول حاجة هنجيب حلة على النار، طبعًا حطينا فيها شوية من الزيت، وهننزل ببصلاية كبيرة متقطعة إلى مكعبات صغيرة جدًا، وهنشوّح البصلاية، أهم حاجة التقليب المستمر لغاية لمّا يتغيّر لونها أو تدّينا اللون الدهبي الجميل ده كده، اللون الغامق. وبعد كده هننزل عليها بمَيّة، طبعًا كمية المَيّة اللي أنتِ هتحطيها على قد كمية الرز اللي أنتِ هتستخدميه. لمّا تغلي بالشكل ده كده هنضيف عليها قرنين فلفل رومي، ونُص معلقة من التوم المفروم، طبعًا بيعزّز من طعم الرز بتاعِك جدًا، بيخلّي طعمه زي بتاع برّه بالضبط. وبعد كده هانزل عليهم بمعلقة من الملح الصيني، وهو ده السر، بتوعة المحلات الكبيرة بيحطوا ملح صيني ما بيحطوش ملح العادي بتاعنا، ونُص معلقة من الكمون، وربع معلقة صغيرة من لون الطعام الأصفر، طبعًا ده لون طعام صحّي، طبعًا كل المحلات بيستخدموه علشان بيخلّي لون الرز بتاعهم مميز جدًا، ولونه بيكون زي ما أنتم شفتوه كده في أول الفيديو. وطبعًا هانزل عليه بالرز بتاعنا الأبيض، طبعًا غاسلينه كويس ومصفيينه، وبعد ما ننزل بيه هنقلبه تقليبة وهنغطي عليه، وهنسيبه لغاية لمّا يغلي، ولمّا يغلي هنهدّي عليه النار خالص، وهنسيبه على درجة حرارة هادية لغاية لمّا يستوي معانا ويبقى بالجمال والحلاوة دي كلّها. وسر الطعم هنا هو في الملح الصيني اللي أنتِ حطيتيه، طبعًا المطاعم ما بيستخدموش الملح العادي بتاعنا ده، بيستغنوا عنه خالص وبيستبدلوا بدل الملح بتاعنا بيحطوا ملح صيني، والملح الصيني ده هو السر في حلاوة الأكل بتاع برّه. لو بتاخدي بالِك وأنتِ بتاكلي برّه بتلاقي طعم الأكل كده مميز ومختلف غير اللي أنتِ بتعمليه في البيت، وده كلّه بإضافة الملح الصيني عليه. جميع المحلات وجميع الشركات وجميع أي حاجة أنتِ بتشتريها من برّه، ما بيقدروش يستغنوا عن الملح الصيني ده، علشان هو ده أساس أكلهم، وهو ده السر في حلاوة أكلهم، لازم يحطوا الملح الصيني علشان يخلّي طعم أكلهم مميز جدًا. فجرّبي تضيفي الملح الصيني على أي أكل أنتِ بتعمليه، وأنتِ هتشوفي الفرق، طبعًا الفرق مختلف تمامًا 180 درجة. وطبعًا الملح الصيني ده لو عايزين تشتروه، بتشتروه من عند العطار اللي بيبيع توابل، بيكون عنده ملح صيني. ولو عجبتكم بقى طريقتنا الجميلة في عمل الرز، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتدوسوا لايك، ولو حابين أجرّب معاكم أي وصفة اكتبوا لي في التعليقات وإن شاء الله هاجرّبها معاكم. وما تنسوش تزوروني على الصفحة وتشوفوا الوصفات اللي تجنن اللي أنا عاملاها معاكم، وصفات سهلة جدًا ووصفات زي بتاعة المحلات بالضبط، بطريقة اقتصادية جدًا علشان أي ست بيت تقدر تعملها في البيت، وتطلع معاها زي اللي هي بتشتريها من برّه بالضبط، وهتعجبكم جدًا وهتنبهروا بيها لمّا تجرّبوها بنفس الطريقة اللي أنا عاملاها معاكم، بس تتبعوا كل الخطوات، وإن شاء الله هتطلع معاكم ناجحة من أول مرّة. وأشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله مع وصفات أحلى وأحلى مع بيت الخير، وشكرًا ليكم جدًا من كل قلبي على المتابعة وبألف